أهلا البنات، السلام عليكم. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. صحة فطوركم، صحة سحوركم حبيباتي. كي راكم؟ إن شاء الله قاعد تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم البنات، مرحبا بجميع المشتركات الوفيات، ومرحبا بجميع المشتركات الجدد اللي انضموا للقناة. واللي أول مرة تشوف القناة تاعي نقولك حبيبتي مرحبا بك، تفضلي اشتركي في القناة، فعلي جرس هكا باش يوصلك كل جديد. نبدو الفيديو تاع نهار اليوم بسم الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. وانتم حبيباتي ما تنسوش تبدوا لي هذا الفيديو بجيم وتعطوني رايكم في التعليقات. اليوم حبيباتي كالعاده جيتكم بروتين رمضاني واقتراح لوصفات اللي ممكن تحضروهم اليوم ان شاء الله الفطور. اليوم الفطور تاعي ساهل ماهل، دوك نشارك معكم الوصفات. كما راكم تشوفوا هنا يا خواتاتي دخلت الكوزينه، وهاد المواعين اللي راني نلم فيهم هما المواعين تاع السحور وتاع القهوه. انا دائما مور الفطور نغسل المواعين ونخلي هذيك المواعين تاع القهوه وتاع السحور تاني نغسلهم في ضربه واحده ونخليهم حتى الغدوه الصباح عاد نستفهم. كانوا بزاف من الاخوات قالوا لي كيفاش تنظمي وقتك، قيساش تنوضي وكاع. هي صراحه باش نوض بكري في رمضان هذه باينه لا. نوض شوفوا قبل 12، وهذيك هي نستنى الوقت نيشان باش نحط لكم الفيديو، خاطر كما تعرفوا الوقت تاعنا هو 12. شوفوا قيساش ندخل الكوزينه، ندخل الكوزينه على الزوج. تماك يعني نكون صليت الظهر وكاع ندخل الكوزينه ونبدا نطيب في خاطري، خاطر كما تعرفوا انا نصور وكاع والتصوير يدي وقت، يعني مش كيما غير طيبي بلا تصوير. دونك اللي قلي ندخل بكري ونخدم في خاطري صوالح نطيب ونصور تاني في خاطري، وهذيك هي بشويه عليا حبه حبه حتى نجي مع المغرب. المهم روحوا خواتاتي ندخلوا في الوصفات تاع نهار اليوم بعد نزيد نكمل لكم. شوفوا غادي نبدا بالطبق الرئيسي. اليوم غادي ندير معكم وصفه تقليديه، وصفه سهله اللي هي طاجين الخوخ. الاولى حكمت انايا 2 حبات تاع البطاطا قطعتهم مربعات درتهم يتفوروا، وجيت هنايا نخدم مريقه بالحمص. حكمت هاد الكيكوطه درت فيها الطروفه تاع الدجاج، درت ثاني شويه تاع الزيت. انا خليتهم يتقلوا شويه، من بعد عاد زدت لهم هكا حبيبه صغيره تاع البصل كنت قطعتها مربعات. هنايا في هاد المرقه تاع الحمص كاين لي البصله يرابيها وكاين اللي يقطعها كيما هكا، كل واحد وكيفاه. خليت تشوفوا هاد البصل مع هاد الطروفه تاع الدجاج يتقلوا شويه حتى اللي نشوف هذاك البصل دبال. ودركا درت شويه تاع الملح، ودرت تاني هكا عود تاع القرفه، شويه نتاع الحرور، زدت هنا تاني شويه تاع العكريه الفلفله حمراء، ودرت تاني شويه تاع سكنجبير. وهنا ندير شويه برك تاع الزعفران وشويه نتاع الطوماطيس مصبره. الطوماطيس مصبره يعني مام با نص مغرف كبيره. انا برك بغيت ندير هاد المرقه حمراء، على بها درت العكريه وزيت شويه برك في الطوماطيس مصبره، خاطر تعرفوني الماكله تاعي ما نكترش فيها طوماطيس مصبره. قليتهم غير شويه وزدت هنايا شويه تاع الحمص ومرقت. كي مرقت ما كثرتش الماء، يعني هذيك هي باش تجيني هذه لاصوص نيشان مع الحمص. بلحت الكيكوطه وخليت هذاك الحمص يطيب مع الدجاج، يعني ما با يدير لك واحد 35 حتى 40 دقيقه. ودرك اخواتي تتبعوني شا غادي ندير. كيما شفتوا في اول الفيديو كنت وريتكم هذوك الخبيزات تاع الميني همبرجر اللي كنت ديجا خدمتهم في تحضيرات رمضان ودسيتهم في الكونجيلاتور. جبدتهم غادي نديرهم اليوم كمملحات، وغادي نخدم تاني في نفس الوقت كويرات نتاع الدجاج باش نديرهم في وسط البطاطا، يعني باش نشكلوا بهم خوخات هذا الطاجين تاع الخوخ. دونك شرا عندي هنايا عندي تقريبا صدر نتاع الدجاج. شوفوا نص صدر تاع الدجاج مع ربع صدر هادو مطحونين. قلحت شويه باش نخدم الكويرات نتاع طاجين الخوخ، وخليت شويه باش نخدم الكفته تاع الميني همبرجر. كيما الكويرات اللي غادي نديرهم في طاجين الخوخ قلحت غير شويه، يعني قد ما ندير 6 ولا 7 حبات. ودركا راني نتبل فيهم. درت سكنجبير، توابل الدجاج، بودره الثوم، ودرت شويه تاع الكركم. وهنا نسيت برك باش ندير شويه تاع الحرور، مي معليش كي درت توابل الدجاج يعني راه فيه كلش. وزدت تاني لا شابلور كيما راكم تشوفوا، يعني تبلتهم كاع في ضربه. وخرت هذيك الكفته اللي غادي نخدم بها الميني همبرجر، وهذه اللي غادي نخدم بها طاجين الخوخ درت لها شويه تاع المعنوس. بصح الكفته اللي غادي ندير بها الميني همبرجر ما غاديش ندير فيها المعنوس. هنا شوفوا خلطها مليح مليح ونقسمها. انا هنا صراحه جاتني 7، وهذيك هي يعني 7 تاع الخوخات. شوفوا الاولى كورتهم، نسيت ندير كل وحده قد اختها. وجبت هنايا الفرماج، كل حبه ولا كل كويره ندير فيها مرصو تاع الفرماج من الداخل. هنايا شوفوا تبغوا ديروا فيها الفرماج من الداخل، تبغوا ما ديروش، يعني تخلوا غير هذيك الكفته كيما هكا. هنايا سيبو راني كملتهم كيما قلت لكم، يعني جاتني قد 7، يعني كميه على حساب افراد العائله، يعني كل وحده دير على حساب افراد العائله. وخرتها على جهه، وجبت هذه اللي غادي نخدم بها الميني همبرجر، زدت عليها بصله مرابيه مع الثوم. يعني درت هكا حبيبه صغيره برك تاع البصله، كيما تشوفوا البصل اللي راهي نباع هذا الوقت هذيك البصله طويله. دونك انا درت غير حبيبه صغيره، ودرت معها سنينات برك تاع الثوم، طحنتهم في الاشواغ وخلطتهم مع هذه الكفته تاع الدجاج. هنايا سيبو راها واجده. دركا شا غادي ندير، حكمت هذا الطبسي درت فيه كيما هكا هذا الساشي، كيما شفتوني هذاك الساشي حليته. وليت دركا لهاد الكفته غادي نجي نشكلها.
نديرها كويرات قبل ومن بعد نحلها كيما هكا، يعني على حساب الخبزة اللي راها عندي، ومن بعد نحطها في هاد فوق الساشي كيما هكا. انا علاه درت هاد الساشي باش من بعد ما تلصقليش في الطبسي. هنايا غادي نكملهم كاع وندخلهم الفريجيدير ونخليهم كي يجي الوقت نقليهم، يعني كيما تعرفوا الدجاج ما يديش الوقت في الطياب. كيما شفتوا درت هادوك 4 ومن بعد رديت هذاك الساشي وعاد زدت فوق هادوك 3 حبات اللي بقاو لي وغطيتهم كيما هكا بالساشي، وكيما قلت لكم نخليهم في الفريجيدير حتى يجي الوقت ونقليهم. انا الصراحه هادو وجدتهم بكري، مام الخوخات هادو اللي غادي ندير بهم الطبق الرئيسي تاني وجدتهم بكري حتى اللي جا الوقت عاد قليتهم. شوفوا هنايا هاد البطاطا من بعد ما تفورت درت لها شويه تاع الملح ومرسو تاع الدهان هكا وهي حاميه، ديروا هذاك الدهان باش يذوب. مرست هاد البطاطا تمرسوها بهادي ولا بالكارفو يعني كيما تبغوا. ودرت هنايا التوابل، درت شويه تاع الحرور وشويه تاع الكمون، وزدت هنايا سنينه صغيره برك نتاع الثوم. انا مثلا الثوم اللي راه عندي هادو ليام هذاك الثوم الاخضر شويه يغبن كيما نقولوا جاي صغير. وهنايا خلطت كل شيء مع بعض، نخلطهم مليح مليح. وزدت تاني شويه تاع المعنوس، شوفوا حكمت شويه تاع المعنوس قطعتها كيما هكا بالخدمي، وتاني عاود خلط مليح مليح وغادي ندخلها الفريجيدير ونخليها تشد روحها غايه. هنايا ما بين هذيك البطاطا ما تكون بردت وشدت روحها غادي نقلي هذوك الكويرات. درت هنايا شويه تاع الزيت وشويه تاع الدهان، ذوبت هذاك الدهان كيما هكا مع الزيت وحطيت هذوك الكويرات اللي كنت خدمتهم ودرت في وسطهم الفرماج غادي نقليهم. هاد الكويرات تبغوا تقلوهم كيما هكا ولا طيبوهم في لاصوص هذيك تاع الحمص، يعني هنايا كيما تبغوا. انا كي درت فيهم الفرماج قلت نقليهم خير ملي نديرهم في المرقه، ويعني كيما قلت لكم تبقى عندكم. وهنايا كي قليتهم ما قليتهمش بزاف، غير قد ما تحمروا وقلعتهم هكا باش ما تنشفليش هاد الكفته وتجي قاصحه. ودركا غادي نجي نخدم الخوخات هادو. هنا حتى خليت هذيك الكفته بردت والبطاطا بردت مليح وشدت روحها عاد بديت نخدم فيهم. درت في يدي شويه تاع الماء وحكمت هاد البطاطا كيما هكا. ديروا في يديكم شويه تاع الماء باش ما تلصق لكمش البطاطا في يديكم. هنا حليت هذيك البطاطا ودرت في وسطها هذيك الكفته تاع الدجاج وكورتها. شوفوا نديرها على شكل دائري فوالا كيما هكا ونحطها في هذا الطبسي ونكمل يعني الباقيه بنفس الطريقه. انا جاتني قد 7 حبات 7 خوخات، يعني هذيك هي خير وبركه. وهنايا من بعد ما كملتهم شوفوا شرا عندي هنايا هاد لاشابلوغ درت فيها شويه تاع العكريه شويه تاع الفلفله حمراء ونخلطها. يعني شوفوا البنات كي نديروا الفلفله حمراء مثلا هكا في لاشابلوغ تعطينا واحد اللون شباب، ومهم هكا كي تقلوا به اللحام ولا اي حاجه تعطيكم لون شباب وتحميره شابه. يعني شوفوا اللون تاع هاد لاشابلوغ كي ولا. وجبت هنايا حبيبه تاع البيض وتخلطتها، وفي هذا الطبسي درت شويه تاع الفارينه. دونك نحكم بالحبه ندير كيما هكا الاولى في شويه تاع الفارينه نرمدها كيما هكا بالفارينه وغير سيحفوها البنات هكا باش ما تخسروا لهاش الشكل، يعني باش الشكل تاعها يقعد دائري. عاود حطيتها في البيض. شوفوا هي من الاحسن ديروا البيض في غرفيه ولا كيما هكا باش تساعدكم. انا كان فات فيا درتها في هذا الظرف شويه غبنتني في الخدمه ما معليش. من بعد ما درتها في البيض عاود درتها في هذيك لاشابلوغ، وهنا تاني نرمدها غايه في هذيك لاشابلوغ نسي ندخلها مليح مليح كيما هكا بيدي، وفي نفس الوقت تاني راني نكور فيها باش نحافظ على هذاك الشكل الدائري. ومن بعد جبت هاد الخدمي ودرت كيما هكا هاد الخطوط شغل نقربو هكا للشكل تاع الخوخه كي شغل زعما ماشي كاع شكل نيشان تاع الخوخه. سيبو هنايا هذا هو الشكل. نكمل البقيه كاع بنفس الطريقه وغادي نخليهم كيما هكا نغطيهم بساشي ونخليهم في الفريجيدير حتى يجي الوقت عاد ونقليهم. انا هنايا وجدتهم مع العصر وكي قرب يعني المغرب عاد قليتهم وحطيتهم هكا كانوا عاد حاميين وكاع. ودرك روحوا خواتاتي نشارك معكم واحد الوصفه بزاف سهله. غادي ندير هذا النص صدر تاع الدجاج مع الشامبينيون والصلصه البيضاء. كما هذه الوصفه يبغيها الزوج تاعي بزاف انا على بها درتها. شوفوا حكمت هذا النص صدر تاع الدجاج نقطعه كيما هكا مربعات، وما تقطعوش هكا مربعات يكونوا صغار شويه كبروهم يعني كيما هكا بهذا الشكل. ومن بعد حطيتهم كيما هكا في هذا الطبسي باش ندير لهم لي زيبيس. شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير توابل الدجاج ودرت تاني بودره الثوم ولا ترابو هكا سنينه صغيره نتاع الثوم، ودرت شويه نتاع الحرور، وهنايا زدت عصره نتاع الليم. هاد الليم يساعد باش هاد الدجاج يطيب بالخف وما يتحمرش كيما نقولوا ما ينشفش بالخف يطيب، غير ديريه في المقله يطيب بالخف. هنايا خلط كل شيء مع بعض كيما شفتوا ما درتش الملح حتى نجي نقليهم عاد ندير الملح. خليتهم يتشربوا واحد الساعه حتى لساعتين وهنا غادي نجي نقليهم. انا هنا غادي نقليهم في هذاك الزيت اللي كنت حمرت فيه هذوك الكويرات تاع الدجاج كيما شفتوا. درت الزيت والدهان خليت هذاك الزيت والدهان كيما راه في المقله، ومن بعد وليت باش نقلي فيه هاد الشامبينيون والدجاج. هنايا حطيت هاد الكميه تاع الشامبينيون قليتها قبل
ومن بعد جبت هذاك النص صدر تاع الدجاج من بعد ما كان تشرب غايه هذوك لي زيبيس، حطيتهم كيما هكا في المقله. ودركا عاد ندير شويه تاع الملح. يعني دائما البنات كي تجو تبلوا اللحم ديروا برك لي زيبيس وما ديروش الملح حتى اللي تجو تقلوه ولا طيبوه، يعني نتوما تعرفوا. باسكو كان نخلو هذاك اللحم مع الملح وقت معين هكا ساعه ولا ساعتين ولا تماك يعني يولي غير صحي. هذه هي. هنايا قليت هذاك النص صدر تاع الدجاج مع هاد الشامبينيون ساعه ساعه كان نبدا نحرك فيه، وخلو النار مجهده باش هاد الدجاج ما يطلقش الماء تاعه بزاف. وهاد الدجاج كي تقلوه ما تحمروش بزاف، يعني ليسونسيال يكون طايب. من بعد هنايا ما طاب لي هذاك النص صدر تاع الدجاج مع الشامبينيون، درت هنايا شويه تاع الفرماج نخلطهم كيما هكا مع بعض. ديروا الفرماج اللي يكون عندكم مثلثات ولا تاع البيدو ولا المهم اللي يكون عندكم، ديروا شويه كيما هكا تاع الفرماج. ومن بعد هنايا جبت لا كريم فريش هذه، درت شويه منها كيما هكا واحد 3 4 مغارف كبار. وباش نقتصدوا في الكميه تاع لا كريم فريش اللي نديروها كيما هكا في الصلصه البيضاء، مثلا انا هنايا درت هذه الكميه خلطتها كيما هكا. ودركا اش غادي نزيد نص كاس نتاع الحليب اللي كنت درت فيه ربع مغرف صغيره برك نتاع الفارينه. هنايا تقدروا ديروا هذا الحليب كيما راه، بلا عليكم ما ديروا فارينه ولا ديروا شويه تاع الفارينه. انا برك هذه لاصوص نبغيها كيما هكا ثقيله. وشوفوا هنا هذا هو القوام تاعها، خليتهم يغلوا واحد الدقيقه برك. ومن بعد هنايا باش نزيد في الكميه تاع لاصوص هذه زدت ربع كاس نتاع الحليب، يعني دوك تشوفوا. وهذه هي خواتاتي، هكا ما تضطروش باش ديروا كميه كبيره نتاع لا كريم فريش، يعني تزيدوا هكا معاها شويه تاع الحليب. واذا ما عندكش لا كريم فريش عوضيها بالحليب، شواله مثلا هكا الكاس تاع الحليب ديري فيه نص مغرف صغيره نتاع الفارينه. هذه هي. هنايا برك ما قلت لكمش زيدوا شويه باك تاع الملح، يعني على خاطر هذاك الحليب ولا كريم فريش اللي زدناه. هذه هي خواتاتي، هنايا الوصفه تاعنا راها واجده، يعني كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاع الصلصه كيفاش يجي. يعني انا كيما قلت لكم نبغيها ثقيله كيما هكا. المهم هنا برك خواتاتي بغيت نوري لكم هكا برك باش تعرفوا كيفاش نظمت روحي. هنا راني كملت صوالحي كاع اللي وريتهم لكم، باقي لي غير نقلي الكفته تاع الميني همبرغر وهذوك الخوخات. وجدت هنايا السلطه وقليت هنايا البطاطا، غسلت هذوك المواعين. شوفوا نطيب ونغسل نطيب ونغسل المواعين، نكره البوطاجي كيكون عامر بالمواعين. هنايا هذه هي المريقه اللي درتها بالحمص، يعني شوفوا درتها مرقه حمراء. حمرت ثاني هذوك الطروفه تاع الدجاج وصاي. هذه هي. ودركا عاد وليت هكا بساعه ولا ساعه وربع قبل الاذان بديت هنايا نقلي في هذيك الكفته تاع الهمبرغر. درت هنايا شويه تاع الزيت وغادي نقليهم. خليت النار متوسطه وبديت نقلي فيهم. شوفوا هنا غير نشوفهم تحمروا نقلعهم، ما نخليهمش حتى يطيبوا بزاف حتى لي ينشفوا ولا يبسوا. كما نعرفوا الكفته تاع الدجاج بالخف طيب. ومن بعد ما قليتهم وحمرتهم كيما راكم تشوفوا رديتهم هنايا في هذه المقله وخليت النار ناقصه بالبزاف. ومن الفوق غادي ندير هذاك الفرماج سلايس هذاك تاع لي ساندويتش. هنايا درت من هذوك اللي بقاو لي كي درت الطابع كيما هكا بالقلب، بقاو لي شويه هذاك تاع الفرماج لميتهم ودرتهم كيما هكا فوق هاد الحبات. ومن بعد عاد قطعت النيشان وحطيتهم فوق هاد الحبات. هنايا شوفوا نخلو النار ناقصه نغطي عليهم. شوفوا غير شويه برك نلقوا هذاك الفرماج داب. غير تشوفوا هذاك الفرماج داب طفوا للنار، ما تخلوش بزاف هكا باش هاد الكفته ما تزيدش تنشف. وهذه هي خواتاتي. هنايا شوفوا نقلعهم هكا باش نوجد هذوك الخبيزات. هنايا شوفوا البنات اللي بغات الوصفه تاع الخبيزات هادو تروح للفيديو اللي فيه تحضيرات الاولى لشهر رمضان، تلقى فيه الوصفه هذه. يعني انا كنت ديجا درتهم قبل وخليتهم في الكونجيلاتور وهاني جبتهم. ويعني الحمد لله هاد التحضيرات اللي كنت درتهم قبل رمضان والله لا نفعوني. مثلا درت لي كيش لقيتهم واجدين وجدت غير لافاغس. هنايا كيما اليوم جبت هادو خدمتهم غير عمرتهم وحطيتهم، يعني تقلع عليك بزاف هكا تاع الخدمه. هنايا شادرت قسمت هذوك الخبيزات بين زوج ودرت كيما هكا شويه تاع المايونيز هكا باش ما يجوش ناشفين. ومن بعد درت شويه تاع سلطه. هنايا شوفوا تعمروهم كيما تبغوا. ومن بعد نجيب هذيك الكفته تاع الدجاج نحطها كيما هكا فوق هذيك السلطه، ونحط فوقها الطوماطيس اللي كنت قطعتها بهذا الشكل. وهذه هي هنايا راها واجده. وهنايا شوفوا اخواتاتي حكمت هذا الكوردون درت فيه هكا طرف تاع الفرماج وحبيبه تاع الزيتون. ومن بعد قلعت هذيك الحبه تاع الزيتون هكا باش ندخل هذا الكوردون كاع في هذه الخبزه. وهذه هي درتهم تاني في هذه الكيسات. وهنا هادو هما المملحات تاع نهار اليوم راهم واجدين. خليتهم يعني دوك تشوفوهم في طاوله التقديم. وليت دركا نقلي في هذوك الخوخات. هنا تقدروا تقلوهم كيما هكا في مقله ديروا شويه تاع الزيت وتقلوهم وتقلبوهم وكاع، ولا ديروا طاوه تعمروها بالزيت كيما نقولوا حنايا تكون غاطره باش الحبه كي تدخلوها ما تقلبوها ما والو، غير تدخلوها تحمر وتقلعوها. انا درت غير هكا شويه تاع الزيت في المقله وقعدت نقلب فيهم هكا ونقلي فيهم حتى لي يتحمروا غايه.
ويعني ما تخافوش منهم، ما ينحلوا ما والو. أنا درت نار متوسطة وقليتهم، ومن بعد ما قليتهم درت كيما هاكا شوية تاع المعنوس من الفوق، غير هاكا وريقة نتاع المعنوس، شغل برك باش نمدوا لها هذاك الشكل تاع الخوخ. هذه هي البنات. هنايا راني شاركت معاكم كاع الوصفات اللي درتهم في طاولة رمضان اليوم الثالث، وانا حطيت لكم الفيديو النهار الرابع. هذه هي البنات. درت هادوك لي مينيون برجر، زدت هذاك الصدر تاع الدجاج مع الشامبينيون والصلصه البيضاء، وكطبق رئيسي درت طاجين الخوخ. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات تاع نهار اليوم، يعني ساهلين وما يشدوش اليد، يعني ما يدولكش الوقت بزاف في الخدمه وما يغبنوكش. انا الصراحه اليوم جاتني الخدمه خفيفه مش كيما موالف. درت تاني هنايا شويه تاع الفلفله، صراحه كانت عندي غير جبتها وحميتها. هذا هو الطبق الرئيسي. درت هكا هذيك المريقه مع الحمص، هذوك الطروفه تاع الدجاج في النص، وهذوك الخوخات. والخبز انا ما شريتش، شري لي الخبز من برا. عرفت برك الخبزه تاع زوجتي خاطر نديرها لها بالقمح والحمراء. هذه هي البنات. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات تاع نهار اليوم، وان شاء الله تجربوهم واعطوني رايكم فيهم حبيباتي. ونشكركم بزاف البنات، نشكركم على الدعم تاعكم وعلى التفاعل تاعكم. شكرا يا البنات، وربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يفرحكم كيما راكم فرحيني. هذه هي خواتاتي. ومن بعد هنايا ما فطرنا وكملنا، شوفوا الجريل هذاك الفنجال تاع القهوه ندير في التيلي شعبون ونشرب هذاك الفنجال تاع القهوه، من بعد عاد نروح ونكمل ونغسل المواعين وكاع. وهذه هي خواتاتي. هنا رانا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وعجبكم الوصفات تاع نهار اليوم. واذا عجبكم ديروا لي جيم وبارطاجوا الفيديو، ونقول لكم تهلاو في رواحكم ومع السلامه.